اللي هم بتوع المطاعم بيحط فرشة كرفس وبقدونس تحت اللحوم او الكفتة. ناس كتيرة جاوبت عشان خاطر السموم، وفي ناس قالت انه عشان يمتص الدهون، ولكن الاجابة اكبر من كده شوية. الكرفس والبقدونس من الحاجات اللي هي مضرة للبول، طاردة للسموم، طاردة للبولينة والكرياتينين اللي موجودة في الكلى. نتيجة هضم اللحوم بيظهر بولينة وكرياتينين نتيجة الهضم. طيب الهضم ده عاوز يطلع. الكرفس والبقدونس لما انا باكله مع الكفته، وللاسف هي الناس مفكره ان هي فرشه بس صغيره كده بنحطها كشكل وخلاص، لكن هي المفروض تتاكل مع الكفته علشان تعمل الغرض ده، فتطرد السموم وتطرد الكرياتينين اللي موجود في الكلى. طيب غير كمان ان الكرفس والبقدونس بيحفزوا المراره على افراز العصاره الصفراء، افراز العصاره الصفراويه اللي هي اصلا مسؤوله عن هضم الدهون.